الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن اتق الله كلمة الحق وموئل الصدق في قلوب الخاشعين، اتسعت لها صدور المؤمنين فكان فيها عزهم وخلاصهم. التقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كلمة قالها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإذا كان الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وتقوى الله والشعور برقابته تعالى هي أساس التكاليف. وأنت اليوم إذا جئت لمن تلبس ببعض ما يكره في دين الله وقلت له اتق الله، احمر وجهه واستشاط غضبا وظن أنك تتهمه في دينه، وقال: ماذا فعلت؟ بماذا أتق الله؟ واستكبر أن توجه إليه الكلمة، واستعز بالذنب والخطيئة، ورفع رأسه في وجه الحق، وأعرض ونأى بجانبه، وهو الذي كان يشهد الله على ما في قلبه ويتظاهر بالخير والبر والصلاح. فالحذر الحذر أن نكون من هؤلاء، لأن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها ولم يتذكر بما ذكر به، ولم يرجع عما كان عليه، ونسي ما قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ يعني لشاء أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. وقال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله، وفي رواية: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله، فيقول: عليك بنفسك أنت تأمرني. رواه هناد في الزهد بسند صحيح. ولا يزال الناس بخير ما أذعنوا لهذه الكلمة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي في تفسير الآية: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، أي يحل فيه خوف الله والوجل منه. ولا يزال أهل الصلاح يتواصون بهذه الكلمة. فعن زيد بن كميت أنه سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق، يعني أبو حنيفة، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول له مثل هذا. وعن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان في وقت حجه وهو جالس على سرير وحوله الأشراف، فسلم عليه وأجلسه معه على سريره وقعد بين يديه، وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهدوا بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس. لما بايعوك سكنت الأمور إليك، هؤلاء وجوه الناس ورؤوس الناس. واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن للمسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك المسؤول عنهم. واتق الله في من على بابك فلا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل. ثم نهض وقام. وأوصى عبد العزيز بن يوسف أخاه زهير بن نعيم قبل سفري فقال له: اتق الله، فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبا. وقال بعض السلف لمن ودعه: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه.
وقال رجل لعمر رضي الله عنه: اتق الله يا أمير المؤمنين. فأقبلوا على الرجل فقالوا: لا تنتقص أمير المؤمنين. فقال عمر: دعوه، فلا خير فيهم إذا لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم تقل لنا. اتق الله وعظم حقه وتأمل كيف تفنى الدول. وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررته، وأزين ما أظهرته، وأفضل ما ادخرته. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك ونفسي بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك، ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. ومن تمام التقوى أن يترك العبد ما لا بأس به خشية أن يقع في الحرام. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه مسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه في مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. ولا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الأصمعي: صعد أبو جعفر المنصور المنبر فحمد الله، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أذكرك من أنت في ذكره. فقال أبو جعفر: مرحبا مرحبا، لقد ذكرت جليلا وخوفت عظيما، وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كثير ممن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم إذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بما يفعل، وجعل يترخص ويقول بعض الناس أحلها، وتعلل بالخلاف بين العلماء. فإذا قيل له مثلا اتق الله واترك المعازف قال فلان يرى جوازها، وإذا قيل له اتق الله ودع ربا البنوك قال إن فلانا قد أباحها، وإذا قيل له اتق الله وصلي مع الجماعة قال في المسألة خلاف بين أهل العلم. ولا يزال هذا دأبه، كل ما ذكر بخير قال لا يجب عليه، وبعض العلماء لا يوجبه. وإذا ذكر في شر ليتركه قال بعض العلماء لا يحرمه. قال الحسن البصري رحمه الله: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على. فإذا كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. خل الذنوب ولا تهم بفعلها، فأخو الذنوب طويلة حسراته، واجنح إلى التقوى فطوبى لامرئ غلبت على آحاده عشراته. يعني الحسنة تضاعف ب10 حسنات، والسيئة 1. بعض الناس تغلب آحاده عشراته من كثرة السيئات عنده، مع أن السيئة تكتب بسيئة مجموعها أكثر من حسناته التي يعملها، مع مضاعفة الحسنة ب10 أمثالها. وطوبى لمن غلبت عشراته آحاده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل عملنا في رضاه، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. أستودعكم الله، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.